تاني من السايكوباتيه او مرتبط بالانتي سوشيال. النوع التاني من السايكوباتيه ده هو ده بقى اللي مشهور بالايموشنال ديسريجوليشن، يعني مشهور بالمشاعر اللي انا مش عارفه امسكها. وعنده بقى ايه؟ ده بقى الشخص اللي تلاقيه ما عندوش اي مسؤوليه، عايش على قفا الناس. دي حته مهمه طبعا، لان في متوحدين كتير ما بيشتغلوش برضو، فانا يهمني جدا اللي بيسمعني يسمعني بشكل بمنطق. يعني انا مثلا، ما انا الحقيقه انا ما بشتغلش فعلا، انا بارازيت يعني، عايش على قفا الناس فعلا. بس يعني اتس شيم، ده جايب لي عار طبعا. يمكن عشان كده واحده من الحاجات دي ان انا بعمل القناه دي، عشان اكون بعمل حاجه في المقابل لاي حاجه، عشان اعمل توازن حتى عند ربنا. خلينا بس نقول ان الشخص ده بيبقى شخص عاطل، وعاطل وهو مبسوط. يعني هو شايف ان اي حد، ده الراجل اللي مثلا ممكن يقعد يصطاد واحده ست، يضحك عليها ويبقى تشارمنج جدا ولذيذ علشان يقعد في بيتها، عشان عارف انها ساكنه لوحدها وعايز يروح يعيش معاها. او مثلا يستغل اهله. ده شخص يعني كالعاده هو كل السايكوباتيين كده، بس في السايكوباتي النوع الاولاني بيبقى مثلا بيشتغل كده يعني، لكن النوع التاني ده ما عندوش اي مسؤوليه اصلا. من الاخر كده يعني، السايكوباتي الاولاني عنده شويه منفعه بسبب مشاعره اللي مش موجوده دي، بسبب انه مشاعره مش اوت اوف كنترول كده، وهي مش موجوده اصلا. انما السايكوباتي النوع التاني ده اللي بتلاقيه في المجتمع، تحس ده الاشخاص انت تبص لها كده تقول يا ربي، يعني لولا ان انا مؤمن بيك، وان انت اكيد كاتب لكل انسان طريق وقدر وفايده، الشخص ده ملوش اي فايده غير ان هو قاعد عمال يضر الناس. هو ده بقى النوع التاني، انا اسفه يعني، بس هو ده النوع التاني فعلا، هو عمال مؤذي جدا، وكمان بيدور على الفريسه التانيه بسرعه عشان يأذيها، واندفاعي كمان ومتهور. ودي حته مهمه جدا، اندفاعي متهور ده اللي بيخليه يتقفز بقى بسرعه، ان هو ايه، جرائم بسيطه يعني، مخدرات، جنس، حاجات كده بقى على طول بقى كده. ايه علاقه ده بقى بالتشتت الانتباه وفرط الحركه؟ الاحصائيات بقى بتقول كده، لما الطفل يبقى عنده تشتت انتباه وفرط الحركه اللي هو ADHD وهو صغير، لو هو عنده اضطراب تاني اللي بنسميه ODD، اللي هو oppositional defiant يعني واحد يعني عنده مشاكل في السلوك، على طول بيقول لا ومتمرد، تمام. ده بيعلي الفرص من ان الشخص ده يبقى عنده انتي سوشيال ديسوردر، لو هو عنده الاثنين ADHD و ODD. من اكتر الحاجات اللي بتعلي الفرص دي حته مهمه جدا. انا قلت قبل كده ان في حاجه اسمها اللي هي ايه، حساسيه الرفض بسبب المشاعر المتقلبه، موجوده في ADHD. في الانتي سوشيال، الانتي سوشيال ده يعني اضطراب موجود في مجموعه اسمها مجموعه مجموعه دراميه، وهو قاعد كده مع 3 اضطرابات تانية، اللي هو الاضطراب الشخصيه النرجسيه، واضطراب الشخصيه الحديه، واضطراب الشخصيه الهستيريه. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ اللي انا بقوله دول كلهم عندهم نوع من التلاعب والمانيبيوليشن، ان انا هتلاعب بيك علشان اخد اللي انا عايزه، بس انا كمان مش عارفه امسك نفسي. انا ايه، انا يوم كده ويوم كده، تمام، وعايز اسيطر عليك، بس انا كمان راكن عليك انت عشان انت مهم عشان اسيطر على مشاعرك. ده الافتراض يعني بتاع المريض نفسه. فهو مؤذي جدا، مؤذي جدا في علاقاته. ودي حته مهمه جدا، يعني ان السايكوباتيه او الانتي سوشيال هم ليهم بعدين. البعد الاولاني هو البعد في التعامل مع الاشخاص، اللي هو ايه، يعني المعامله نفسها. والبعد التاني اللي هو المجتمع خلاص انا قلته، ده واحد بيسرق، واحد عايز بيتعاطى مخدرات، حاجات كده. ADHD طبعا انا مش بعمم ولا حاجه، انا بقول ان ده موجود في ADHD، حته ليها علاقه بالامبulsivity، اللي هو مندفع ومش عارف اسيطر على مشاعري، وعندي نظره سلبيه لذاتي. دي مثلا بالانجليزي يعني بيقولوا عليها، لو هو مثلا انتي سوشيال بعد كده، لو هو بقى عنده اضطراب الانتي سوشيال بيقولوا عليه نرجسي. ما هو النرجسي في ناس تقول بس النرجسي ده هو اللي عنده العظمه ويبقى على طول كده منفوخ، مش شرط.
النرجسي ده اللي مكتوب في الكتب، انما النرجسيه الحقيقه ليها نوعين. النوع الاولاني اللي هو نوع العظمه ده، والنوع التاني ده منيل برضو انا اسفه انا بعتذر، هو طبعا اضطراب في الاخر. النرجسيه اللي هي الهشه. النرجسيه الهشه دي بقى اللي هو واحد كده غلبان وكده، واحد كده غلبان وكده ومشاعره ماسكاه خالص وبيشتكي كتير، لكن هو نرجسي. هو نرجسي. يعني هو برضو بيتلاعب بيك. ده يعني عشان كده الشخصيه الحديه فيها الجزء ده شويه. فيها مثلا واحده من ضمن اعراضها اللي هي الشخص اللي يقول لك مثلا انا هنتحر لو انت ما رجعتليش. هو ده تلاعب برضو. فده نوع من النرجسيه الهشه، اللي هو ايه، تلاقيه مثلا بيتكلم على طول على نفسه. يعني هو بيتكلم على نفسه قد ايه هو حالته زفت يعني، وقد ايه هو مش محظوظ وكده. المفروض ده يصعب عليك، ما يصعبش عليك، لان انت بتلاقي نفسك انت انت كل ما تيجي تتكلم هو يغطي عليك، يعني فاهم ازاي؟ فهي برضو نرجسيه. انا عماله اخرم بس ده. ليه دي مهمه؟ علشان الاي دي اتش دي، التشتت الانتباه فرط الحركه، لما بيبقى زي ما قلت معاه مشاكل سلوكيه واضحه في الصغر. مشاكل سلوكيه هنا اقصد بيها اللي هو ايه، حد مؤذي، يعني حد راح لعب بالنار. اللي هما بيعملوا سلوكيات فيها اذى، فيها اذى. ده اللي بيخليهم عندهم قابليه بعد كده يبقى عندهم انتي سوشيال ديسوردر. يعني دي حته مهمه جدا. والحته الثانيه، لان هم عندهم زي ما قلت الحته اللي هي ديسفوريا دي، اللي هي حساسيه الرفض والاحساس بان انا يعني على طول فيكتيم، على طول ضحيه. بيكبروا بيها بقى، ولو دخلوا على الاضطرابات دي بيدخلوا طبعا على النرجسيه اللي هي فيها برضو ايه، النرجسيه الهشه. ده مش شرط، ده مش شرط. انا بقول على البروجنوسيس ان هو ممكن يحصل، بس هو مش شرط. ممكن يحصل. الاحصائيات الريسيرشز بتقول كده، بتقول ان هو بيحصل لما تبقى زي ما قلت يبقى في مشاكل سلوكيه اللي هو بيسموه اضطراب السلوك، اللي هو conduct behavior disorder، او او دي دي اللي هو oppositional defiant disorder مع الاي دي اتش دي. يعني الاي دي اتش دي لوحده ما بينبئش بكده، انا بقول لو معاه الحاجات دي. بس بقى من الحاجات بقى المفاجاه جدا، هي مش مفاجاه عليا خالص، بس هي هتبقى مفاجاه يمكن عليكم انتم فعلا حضراتكم، ان هي الاي دي اتش دي يعني 70% من اسباب ان الاي دي اتش دي عرضه جدا ان هو يكبر يبقى عنده انتي سوشيال هي معامله الاهل. معامله الاهل الوحشه، العقاب على طول، مش من الاهل بس، معامله الاهل، معامله المدرسه، معامله اي حد في السلطه للطفل ده. كل حاجه بيعملها غلط، انت وحش، انت ما اعرفش ايه. فالطفل اصلا بيبقى من هو صغير بتزوده عنده حساسيه الرفض، بيزودوا عنده حساسيه الرفض دي اللي هي الاحساس بان انا يعني بكآبه، وان انا ليه كلهم عليا. احساس بان هو عايز ينتقم، واحساس ان هو مجبر ان هو يكذب علشان يبعد عن العقاب. يعني هو مش عارف يتحكم في نفسه اصلا، ومحدش عارف ان هو مريض، يعني ان هو عنده مشكله. هو نفسه مش عارف يظبط مشاعره. وكمان في حته ان هو مثلا كل ما يروح مكان فيه سلطه يتعاقب او في معامله وحشه، فده ومش عارف يظبط مشاعره، فالاحاسيس الوحشه كتير قوي. وده بيعرضه ان هو مش على طول ينط كده على الانتي سوشيال، لا، بيعرضه ان هو يدخل في حالات اكتئاب وتوتر، ويتعبر عنها عن طريق اللي هو ايه، اضطراب السلوك ده. وبعدين من اضطراب السلوك يدخل على الانتي سوشيال. او بيعرضوا ان هو يبقى عنده دايما مشاكل سلوكيه بسبب مشاكل نفسيه، يتعرف على اصدقاء معينين. ده دايما بيحصل، الاحصائيات بتقول كده. والاصدقاء دول يعرفوه على المخدرات. المخدرات طبعا بالنسبه له بتبقى هايله، لانه هو بيعاني بشكل كيماوي من احساس بالاحباط واحساس بالتعاسه الملل الكتير. دي حته مهمه جدا نسيت اقولها، مش عارفه ازاي. واحده من اعراض السايكوباتيه اللي هو ايه، البحث عن الاثاره، مش عارفه ازاي نسيتها دي، need for stimulation. ودي واحده من الحاجات المشتركه بين الاي دي اتش دي مثلا والسايكوباتيه او اضطراب انا مش عايزه احطهم في نفس الجمله، لان دي حاجه ودي حاجه،
كبيره السايكوباتيه دي. بس عايزه اقول ايه، البحث عن الاثاره ده النوع التاني من السايكوباتيه. يعني السايكوباتيه الاولانيه انا قلت ما عندوش تهور، السايكوباتيه التانيه بقى اللي هي الانتي سوشيال او السوشيوباث او سايكوباثي فاكتور 2، ايا كان اسامي يعني، اختلفت الاسامي بس تقريبا مفيش فرق قوي. هو ان بيبقى في الملل، الاحساس بالملل الكتير وانا عايز اثاره حاله واثاره ماديه. الاي دي اتش دي مش غريب عن الموضوع ده، لانه بيزهق كتير وبيمل، ولو عنده طبعا مشاكل في السلوك من صغره معرض ان هو يجيله انتي سوشيال، مش شرط بس معرض. انا عايزه اقول يعني تخيلوا لو 60% او 70% من الموضوع ده ممكن يتم تفاديه بمجرد ان الاهل بس يبقوا فاهمين يتعاملوا ازاي مع الطفل ده. عشان كده في برامج دلوقتي ازاي نتعامل مع الطفل اللي عنده ADHD. انا اسفه ان انا خرمت كتير، بصراحه كنت عايزه اخد السؤال ده واناقشه بطريقه كويسه، بس اتمنى اكون وضحت